عاجل غلق محلات بلبن وكرم الشام بقرار رسمي في القاهرة. شاهد بالصور لحظة إغلاق أكبر 3 مطاعم في مصر. إليكم التفاصيل والأسباب. غلق بلبن وكرم الشام في إطار توجيهات محافظة القاهرة بفرض الانضباط بالشارع والحفاظ على النظام العام. شنت الأجهزة التنفيذية بحي مصر الجديدة تحت إشراف المهندس محمد عبد الوهاب رئيس الحي حملة موسعة لضبط المخالفات على عدد من الشوارع الحيوية في المنطقة. وذلك امتدت الحملة إلى عدة مواقع رئيسية داخل حي مصر الجديدة، وشملت شارع إبراهيم اللقاني وشارع الأهرام وشارع الشريف، وذلك بهدف مراجعة تراخيص المحلات والكافيهات التأكد من مدى التزامها بالقوانين والاشتراطات التنظيمية. وشارك في الحملة عدد من الإدارات المعنية منها إدارة المحلات والتنظيم والإشغالات والمتابعة الميدانية. وقد عملت تلك الإدارات بالتنسيق الكامل مع رئاسة الحي لضمان تغذية ميدانية دقيقة وشاملة للمواقع المستهدفة. وأسفرت الحملة عن إصدار قرارات غلق إداري لعدد من المحلات المخالفة، وذلك بسبب عدم وجود التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. من أبرز المنشآت التي تم غلقها بلبن ووهمي وكرم الشام، وتعتبر هذه الإجراءات خطوة حازمة من الحي للتصدي لظاهرة تشغيل المحلات بدون تراخيص قانونية، والتي قد تؤثر على الأمن والسلامة العامة وتخالف اشتراطات المحلات. وأكد رئيس حي مصر الجديدة أن الحملات الميدانية تستمر بشكل دوري لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين، وناشد أصحاب المحلات بضرورة توفيق أوضاعهم القانونية والالتزام بالتراخيص وشروط التشغيل تجنبا للمساءلة والغلق الإداري. نسأل الله السلامة يا رب العالمين.